بعد نجاح وصفة إكلير كادبوري أو حشوة الشوكولاتة بالكراميل اللي عملتها معاكم زمان، والحقيقة انتشرت ونجحت جدا وكل القنوات خدتها وعملتها، وأنا مبسوطة جدا من النجاح ده. النهاردة هعمل لكم حشوة تانية خطيرة جدا وناعمة جدا وكريمية جدا ومن أروع ما يمكن، وخصوصا لعشاق الشوكولاتة اللي لما تاكلوا الشوكولاتة كده تحسوا فعلا إنكم بتاكلوا شوكولاتة حقيقية، مش بقى كلها زيت وسكر زي اللي موجودة في الأسواق. والوصفة برغم جمالها وبساطتها إلا إن هي برضو مش منتشرة، فالنهارده انا هقول لكم طريقتها. لو اول مره تشوفوا القناه، انا اسمي رشا سمير. لو حبيتوا حشوه الشوكولاته اللي هنعملها النهارده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدا. اول حاجه هسخن عندي نص كوبايه حليب، وهسيب لكم المقادير بالجرام، ونص كوبايه كريمه خفق. والنهارده بقى بما ان الوصفه مميزه فقررت ان انا احط من اعواد الفانيليا اللي جايه لي هديه من صديقتي من جزيره موريشيوس، واللي هي من اشهر البلاد والاماكن والجزر اللي بتزرع الفانيليا. فعموما لو عندكم اعواد فانيليا او حابين تستخدموا اعواد الفانيليا، انا بقطعها بالنص كده بالطول، وباخد كل الاسود بقى اللي جوه ده، هو ده الريحه. انا هاخد كمان حته من العود احطها مع الحليب والكريمه وانا بسخنهم على النار. واعواد الفانيليا دي انا بحطها بعد ما افتحها كده في برطمان كبير مليان سكر، عشان يحول لي كل السكر ده لسكر فانيليا استعمله مع الحلويات، مش محتاجه خلاص كده احط فانيليا. وهسخن الحليب والكريمه على النار لحد قبل الغليان على طول، انا مش عايزاه يغلي بس عايزاه سخن جدا. هجهز في الوقت ده بقى 2 صفار بيض، ممكن توزنوهم هيطلعوا تقريبا وزن 50 جرام، وممكن تستخدموا البيضه كامله. في وصفات ممكن تستخدموا فيها البيضه كامله، لو عايزين تعرفوا طريقتها قولوا لي وانا اعملها لكم. وهحط معاها معلقه ونص كبيره سكر، وهقلبهم مع بعض كويس، وهضيف عليهم بقى الكريمه والحليب السخن عشان اعمل تمبرنج كده للبيض وما يتسلقش معايا وانا بطبخه على النار. هرجعهم بقى كلهم على النار تاني وعلى نار هاديه جدا. لو اول مره بتعملوا الوصفه خلوها على نار هاديه جدا، وافضلوا قلبوا فيها لحد ما يبدا يتقل معاكم شويه، مش كتير بس شويه، لان احنا طبعا مش حاطين نشا. لو عندكم ترمومتر وصلوا الحراره من 82 لماكسيمم 85، اكتر حاجه 85. لو ما عندكوش ترمومتر هو هيسخن معاكم جدا على النار. هطبخوا كويس صفار البيض مع التقليب المستمر على نار هاديه جدا، اهم حاجه ما يغليش معاكم. وهوريكم دلوقتي القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي. عندي بقى هنا شوكولاته غامقه، لازم يا جماعه تستخدموا شوكولاته دارك في الوصفه دي. اي نوع شوكولاته تاني المقادير بتختلف تماما، يعني نسبة الكاكاو تكون من 60 ل 80%. كل ما زادت نسبة الكاكاو في الشوكولاتة الغامقة كل ما كان أفضل والتماسك بتاعها أحسن. هتعرفوا ازاي ان صوص الكاسترد استوى لما يغطي المعلقة كده وتعملوا خط يبقى باين الخط، هتلاقوه كده تقل شوية. هحطه بقى على الشوكولاتة وهسيبها شوية تاخد الحرارة، وبعد كده هقلبها معاها. هقلب بقى كويس جدا لحد ما يختلطوا مع بعض. في الأول هيبقى شكله غريب كده شوية، بعد كده هيبقى ناعم جدا وبيلمع. طبعا الوصفة دي ممكن تتعمل بالشوكولاتة اللي بحليب أو الشوكولاتة البيضة، بس طبعا الشوكولاتة البيضة مقاديرها مختلفة تماما، وكمان المكونات بتاعتها بتتغير شوية. الوصفة دي يا جماعة معتمدة على نسبة الكاكاو في الشوكولاتة، عشان كده الشوكولاتة الغامقة مهمة. هاخدها بقى هصفيها كويس جدا عشان أشيل منها عود الفانيليا، وهفرده كده في صينية علشان يبرد معايا بسرعة، وهغطي الوش بتاعه ببلاستيك علشان ما يكونش قشرة، وهسيبه في التلاجة بقى لحد ما يتماسك تماما. ممكن تسيبوه طول الليل، ممكن 4 ساعات لو مستعجلين. بصوا بعد ما بتخرج من التلاجة شايفين بتبقى متماسكة ازاي. هوريكم بقى قد ايه هي ناعمة جدا الحشوة دي. الحشوة دي انا لا يمكن انسى ان انا كنت في مرة اكلت اكلير بحشوة شوكولاتة خطيرة جدا، وكان نفسي اعرف هي معمولة ازاي، بس ما كانش فيه شيف واقف وقتها في المكان اللي انا كنت فيه. فيعني من وقت ما عرفت الوصفة دي وانا يعني الاكلير بالذات عشان بيرجع لي الذكريات الحلوة دي، الاكلير بالذات بحب اعمله بالحشوة دي جدا. شايفين القوام بتاعه طري شويه يا جماعه، نقدر نحشي بيه اكلير، نقدر نحشي بيه كيك، نقدر نحشي بيه تارت، نقدر نغطي بيه الكيكه من بره. لكن لو حبيتوا تزينوا بيه كيك او كاب كيك مثلا هتلاقوه كده بيهبط معاكم شويه، مش متماسك قوي. شايفين هتلاقوها بتهبط كده شويه. لو هتستخدموها في حشوه زي الاكلير او الكيك او التارت خلوها زي ما هي. القوام اللي ما فيهوش هوا كتير انا بفضله اكتر، الا طبعا لو عايزينها تثبت. طيب اعمل ايه بقى عشان اخليه يتماسك؟ لو انتوا عايزين تزينوا بيه حاجه، انا اخدته بقى ضربته بيه مضرب البيض، علشان طبعا ده فيه كريمه خفق فاكيد هيتماسك معاكم. اول ما يبدا بس يمسك شويه تلاقوه كده خلاص تماسك شويه، ما تضربوش كتير، من دقيقه لدقيقه ونص. شايفين القوام بتاعه بيتغير وبيثبت، بيبقى زي الكريمه، زي الويبنج كريم يعني. الطعم خطير جدا وثابته جدا مع الخفق. وهوريكم دلوقتي، هحاول احرك الطبق هوريكم هي ثابته قد ايه.
لو عايزين تعملوا الوصفة بالبيض الكامل أو تعملوها بشوكولاتة بيضة اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله أعمل لكم فيديو عليها مخصوص. وخلصت الحشوة الخطيرة جدا كريمة الشوكولاتة الغامقة، يا رب تكونوا حبيتوها. هستنى رأيكم عليها في التعليقات، وبألف هنا.